قالت لي: مختار، أنا مش عايزة صالة، أنا نفسي أعمل فرحي في مكان مفتوح تحت السماء. الجملة دي كان ممكن تبقى حلم رومانسي، بس في الحقيقة ممكن تبقى أجمل تجربة أو أخطر مغامرة. أهلا بيكم في الحلقة 11 من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، والنهاردة هنفتح ملف كبير عن الأوت دور ويدنج أو الفرح في الهواء الطلق، وليه سحر وليه مخاطرة، وإزاي نخلي الحلم ده حقيقة من غير ما يتحول لكابوس. استنوني وهنتكلم عن التفاصيل كاملة. ليه الناس بتحلم بالأوت دور؟ لأني الأوت دور أو الفرح في مكان مفتوح ليه جاذبية خاصة. الإحساس بالحرية والوسع، الطبيعة نفسها تبقى في الديكور، مثلا سما أو زرع أو بحر. الصور اللي بتتصور بتطلع كلها طبيعية ومنعشة. لكن مع كل المميزات دي في تحديات كبيرة. ممكن يبقى الجو مش مضمون، ممكن نلاقي فيه مطر، رياح، حرارة. الأصوات في الصوت أو الضوء محتاجين تجهيز خاص. الضيوف لازم يحسوا بالراحة مش بالعناء. خليكم معايا في قصة. في مرة خليني أحكي لكم قصة. في مرة عروسة قالت لي عايزة الفرح على البحر. اليوم كان في الصيف، الجو جميل جدا، كان في الصبح. لكن قبل الفرح بساعة الرياح عليت، الورد بدأ يطير والكاسات بقت تقع والميكروفونات عمالة تعمل أصوات مزعجة. لكن لأننا كنا عاملين حسابنا، كنا محضرين خيمة شفافة جاهزة بتتحط في نص ساعة. كل الإضاءة كانت ووتر بروف، والمايكات فيها فلتر ضد الهواء. والحمد لله الفرح كمل، والناس افتكروا إن ده جزء من الخطة بتاعت الفرح نفسها. فالعروسة قالت لي: الحمد لله إنكم كنتم محضرين البلان بي. وعلشان ننجح أي حفلة أو الدور، في كام خطوة بسيطة كده لازم نبقى عارفينها. الخطوة الأولى، أولا لازم نختار المكان المناسب. يعني لازم يكون المكان مجهز فعلا لفعاليات، مش مجرد حديقة. تاني حاجة، لازم يبقى فيه حاجة اسمها خطة طوارئ، خيمة، مولد كهرباء، حلول للإضاءة. تالت حاجة، لازم يبقى فيه توقيت، إن أنا أختار وقت الجو. هل الجو معتدل، ربيع مثلا، خريف، أو بعد الغروب؟ الضيافة لازم أوفر مية ومراوح ودفايات حسب الجو يعني. خامس حاجة، الصوت والإضاءة. أولا الصوت والإضاءة لازم يبقى ليهم تجهيزات خاصة، زي سماعات مخصصة للهواء. الإضاءات الليد لازم تبقى قوية. لازم يبقى فيه إضاءات اللي هي الووتر بروف علشان نقدر نتحكم في الإضاءة. وسادس حاجة والأخيرة، لازم نخلي الديكور دايما في الحفلات الأوت دور. الديكور لازم يبقى بسيط عشان الطبيعة تبقى هي البطل، لأن احنا بنعمل حفلة أوت دور علشان الطبيعة. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا واحدة كاملة اسمها الأوت دور سيكريتس، أو أسرار الحفلات الأوت دور. بنتعلم فيها ازاي نختار المكان، نتحسب للمخاطر، بنبني تجربة مفتوحة مبهرة من غير ما نضحي بأي راحة للضيوف. وفي نهاية الحلقة خليني أقولك، الفرح في مكان مفتوح ممكن يبقى لوحة فنية، وممكن يبقى مغامرة مرهقة. الفرق مش في الحلم، الفرق في التخطيط. أنا مختار، ودي كانت الحلقة 11 من على مزاج العروسة. استنوني الحلقة الجاية لما نناقش جملة بتسمعها كل عروسة. الوقت ضيق ولسه ما جهزناش أي حاجة، وهنعرف ازاي نكسر ضغط الوقت ونحضر فرح كامل في وقت قياسي. شاركوا الحلقة مع أي عروسة بتحلم بفرح في الجنينة أو على البحر، وخليها تعرف إن الحلم محتاج تخطيط زي ما محتاج خيال.